بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. نستكمل سويا هذا السعي الذي نسعى فيه ملتمسين فهما لمعاني قرآنية قد تكون عونا وسندا ومددا لرجل القانون تأصيلا أو معرفة أو إدراكا. وعطفا على ما بدأناه سويا حينما طفنا حول العديد من هذه المعاني القرآنية التي ترسخ لفكرة العدالة في جوانبها المختلفة، فإننا معا اليوم نتحدث في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن فكرة العدل في القرآن الكريم. وحينما نتحدث عن العدل فينبغي أن يكون من الواضح أمامنا أن العدل لا يستقيم بغير منظومة يكون على هامتها وعلى رأسها قضاء يتولى الفصل في الخصومات التي تتردد بين الناس. والعدل لا يستقيم كذلك إلا إذا كان صنوه وقرينه مبدأ آخر ذات طبيعة دستورية في الفكر القانوني، وهو مبدأ المساواة بين الناس، ركيزة دستورية أصيلة لا تتحقق العدالة ولا يستقيم العدل كمنظومة بغيرها. هنا حينما تناول القرآن الكريم فكرة العدل تناولها صراحة في غير موضع من آياته الكريمة، ومن ذلك قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر صريح مباشر من رب العالمين إلى خلقه بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويأتي الحديث في ذات المساق وفي ذات الموضع عن العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكأن الأمانة الأهم التي ترشد الآية إليها هي الأمانة التي تتعلق بأداء العدالة. فكل مؤتمن على إقامة العدل لا تبرأ ذمته من هذه الأمانة إلا إذا أداها على هذا النسق وعلى هذا النحو القرآني: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولكن اللفتة التي ينبغي أن يلتفت إليها في هذا المقام هي لفتة تتعلق بهذا التعبير القرآني: وإذا حكمتم بين الناس. شوفوا دقة وبلاغة الأداء القرآني، وهي لفتة لا بد أن يتوقف أمامها كل صاحب فطنة ليعي أن العدل ليس مرتهنا بطوائف دون طوائف، ولا بأشخاص دون أشخاص. وإذا حكمتم بين الناس مطلق الناس. فإذا كنت حكما أي قاضيا قدر لك أن تجلس لتفصل بين الناس، فالناس جميعهم
أمام القانون سواء. هذا الأصل الدستوري الذي يتحدث عن فكرة المساواة بين الناس أمام القضاء، هذا هو ترسيخه القرآني. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مش وإذا حكمتم بين المسلمين، ولا وإذا حكمتم بين المؤمنين، لا، وإذا حكمتم بين الناس، سواء أكان هؤلاء الناس من عقائدكم، من جنسكم، من لونكم، من طائفتكم، من أهلكم، من ذويكم، من أقربائكم، من أعدائكم، إذا جلست في موقف الحكم فلا بد أن يكون الجميع أمام القانون وأمام القضاء سواء. ولذلك كان التعبير القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا نظر عند الحكم والفصل في المنازعات وإعمال حكم القانون، لا فارق ينظر فيه إلى عقيدة ولا جنس ولا لون ولا غنى ولا فقر ولا غير ذلك، فكان التعبير القرآني دالا دلالة واضحة. وقد عرف القرآن في آياته خطابا موجها إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ولكن الخطاب القرآني في هذا الموضع كان خطابا متعلق بالناس كافة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا هو موضع العدل في القرآن الكريم، عدل قائم على المساواة بين المتخاصمين، يقف القاضي فيه موقف الحياد، وهو ما ينقلنا إلى نظرة أخرى ولفتة قرآنية أخرى. لا عدل يمكن أن يستقيم أمام القضاء بغير قاض، بس لا، بغير قاض ملتحف بالحياد، قاض محايد، وهو ما يعبر عنه في القانون بمبدأ حياد القاضي. ما هو حياد القاضي؟ حياد القاضي كما تعلمون حضراتكم أنه تجرده، أي خلو ذهن القاضي من أي شوائب من شأنها أن تجعل له انحيازا، أيا كان سبب هذا الانحياز، سابقا أو معاصرا لجلوسه للفصل في الدعوة أو في المنازعة. القرآن الكريم لفت إلى هذا المعنى، فبعد أن أقر العدل مبدأ وجعل للعدل سياج من المساواة في قوله: وإذا حكمتم بين الناس، مطلق الناس في المطلق أن تحكموا بالعدل، جاء حديث القرآن ليلفت كذلك إلى حياد القاضي. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يلفتنا إلى ذلك في قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني إذا كنت في موضع ولو لم تكن قاضيا، حتى مطلق القول، ولكنه قول قد تترتب عليه حقوق ولو كانت شهادة، ولكن أعلى أنواع القول هو الحكم الذي يصدر عن القاضي الذي يجلس للفصل في منازعات الخلق ومنازعات العباد. فالحق يلفت إلى حياده فيقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو كان ذا قربى، الله، ده هذا المعنى هو المعنى الذي يقترب منه ما أخذه رجال القانون في شأن حالات فقدان القاضي لحياده، حينما يكون أحد الأطراف أو أحد الخصوم في الدعوة
له علاقة قرابة مع هذا القاضي إلى درجة تتفاوت حسب القوانين التي تنظمها. فإذا يلفت القرآن أنك إذا جلست حكما أو قاضيا فلربما اصطدمت بأن أحد ذوي قرباك قد يأتي إليك خصما أو محتكما، فهنا ينبهك الحق سبحانه في هذا التنزيل الحكيم فيقول لك انتبه انتبه، فيقول لك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم من بعد ذلك يأتي القرآن الكريم ليؤكد على حياد القاضي بشكل ربما أكثر وضوحا في آية أخرى، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. مفهوم العدالة، نعم. وإيه؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، 1 ولو على أنفسكم، 2 أو الوالدين، 3 أو الأقربين، إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. شوفوا اللي جاي حضراتكم، قول الحق سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. جوهر مبدأ الحياد أن القاضي إذا قضى في المنازعة أو في الدعوة فهو لا يقضي عن هوى، لا يقضي عن ميل قلبي انحاز به عن الموضوعية والتجرد فقضى في الدعوة ركونا إلى هذا الهوى أو ذلك الميل. فالحق سبحانه وتعالى يقولها في كتابه تنبيها وتذكيرا لكل من يجلس في مجلس القضاء: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا هو حياد القاضي الذي أخذه رجال القانون ورسخوه وهذبوا له نصوصا تتضمن تنظيما للحالات والأسباب التي يترنح فيها هذا الحياد، أو قد يبدو أن الحياد قد أصبح محل شك أو ريبة، فيحتاط القانون للقاضي مبرئا لذمته فيعطي للخصوم أسبابا للرد إذا لم يكن القاضي ملتفتا من ذاته إلى أن حياده قد أصبح محل شك أو مترنحا. فإذا التفت القاضي فهو أولى بذلك، ولذلك القانون يعطيه الحق في أن يتنحى تنحيا جوازيا. تنحي الجوازي أي أن القاضي من تلقاء نفسه وجد أن حياده لم يعد على الحالة التي ينبغي أن يكون عليها، فيتنحى القاضي جوازيا عن نظر الدعوة وبغير إبداء أسباب، فينتصر القاضي لضميره وحياده من تلقاء نفسه. ولكنه في بعض الأحيان قد يكون موجب فقدان حياد القاضي أو شبهة ذلك قائمة دون أن يلتفت إليها القاضي. يعني القاضي لم يلتفت إلى هذا السبب الذي التفت إليه أحد الخصوم أو بدا أمام أعينهم أنه قائم دون أن يكون كذلك أمام أعين القاضي، فيعطي القانون لهذا الخصم أن يطرح هذا الأمر على القاضي بأن يطلب رده، أي إبعاده عن الاستمرار في نظر الدعوة لأن سببا من أسباب فقدان حياده قد قام.
بل إن القانون كذلك يرسخ لما يسمى بموانع الصلاحية، وهي أسباب متى قامت أفقدت القاضي صلاحيته لنظر الدعوة ولو لم يطلب أحد الخصوم رده فيها، وهي تكون متعلقة بالنظام العام. كل هذه المعاني التي طاف حولها الفكر القانوني في كل إن لم يكن كل دول العالم، ورسخها القانون في صورته المعاصرة نصوصا تحمي مبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها العدالة ويرتكز إليها العدل، وهو حياد القاضي. لفت القرآن إليه في إعجاز بلاغي في 3 كلمات: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لأن آفة العدل أن يكون الهوى قد داخله، فمتى تسرب الهوى أو الميل إلى القاضي أو الحكم لم يعد صالحا لنظر الدعوة. فالقرآن الكريم حينما أشار إلى العدالة كفكرة وإلى العدل كمقصود، لفت إلى أن العدل في ربطه في آية واحدة بالأمر بأداء الأمانات أنه أعلى أمانة يؤتمن عليها المرء أن يكون قد اختصم إليه الخصوم مطمئنين إلى ضميره وإلى حياده، فلا بد أن يكون مؤتمنا على أن يؤدي العدل، وأن له أن يؤديه بغير مساواة يلفت القرآن إليها في قوله: وإذا حكمتم بين الناس. أيما كان الخصم الذي أمامك، حتى ولو كان مختلفا معك في العقيدة أو كان مختلفا معك في الرأي، أيما كان وجه الاختلاف، فالعدل مطلوب للناس كافة. ولا يستقيم بلوغ هذا المعنى بغير قاض متجرد ليس لديه هوى أو ميل في قول الحق أن القضاء ينبغي أن يكون متجردا من الهوى في قوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثم من بعد ذلك، ماذا لو كان القاضي لديه غضبة أو ضيق أو موقف من أحد الخصوم؟ شوفوا حضراتكم هذا الأداء القرآني في قول الحق سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن القرآن الكريم لا يمنع المرأة من أن يحب أو أن يكره. شوفوا دقة الأداء القرآني، لأن احنا قلنا أننا نطوف سويا حول هذه المعاني ملتمسين من الحق سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من أسرارها وأنوارها. فالحق سبحانه وتعالى يلفتنا في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم. الله، يبقى إذن من الجائز أن يكون هناك شنآن، أي أن يكون هناك كراهية أو أن يكون في مقابلها حب. لأن القاضي بشر فيه من العواطف ومن المشاعر ما لدى غيره. فالحق سبحانه وتعالى، شوفوا بقى عدالة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى ويعلم مكنون من خلقهم، فقد خلق لهم جوارح وخلق لهم عواطف وخلق لهم مشاعر،
وأقر لهم وهو في عليائه سبحانه وتعالى عما يصفون تعالى علوا كبيرا، يقر للإنسان بالعاطفة ويقر له أن يحب أو أن يكره. أمال إيه اللي هنا؟ لكنه حظر عليه أن يرتب على الحب حكما ولا أن يرتب على الكراهية حكما. يعني اكره من شئت وحب من شئت، لكن لا ترتب على حبك حكما ولا ترتب على كراهيتك حكما إن جلست في موضع القضاء. وهذا قول الحق: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني إذا قام لديكم هذا الشنآن وقام في قلوبكم مشاعر قد تنحرف بك عن أن تقول كلمة الحق وأن تحكم بالعدل، فعليك أن تبتعد عن هذا الموقف وأن تترك منصة القضاء لغيرك في هذه الحالة ممن ليس لديهم هذه العاطفة أو هذا الشنآن أو ذلك الميل في خصوصية هذه الدعوة أو تلك المنازعة. ولذلك فيما يروى إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له شقيق قتل في الجاهلية، فأسلم قاتل شقيقه على عهد ولايته. شوفوا حضراتكم هذا المشهد، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له شقيق قتل في الجاهلية، قاتل شقيقه أسلم إمتى؟ على عهد ولاية عمر، يعني وسيدنا عمر أميرا للمؤمنين أسلم قاتل شقيقه، والإسلام يجب ما قبله. يعني الإسلام، هذا الرجل الذي أسلم فمحى إسلامه ما ارتكبه وما قارفه قبل إسلامه. فذهب، شوفوا جرأة هذا الرجل وهذا المشهد، ذهب هذا الرجل قاتل شقيق أمير المؤمنين سيدنا عمر، ذهب إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر، قال له إيه؟ قال له: وإنك لتبغضني، طب تكرهني؟ شوفوا صدق سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، مش بقى هيقول له: لا مين قال لك بكرهك؟ لا، قال له: وكيف أحبك وقد قتلت أخي؟ طبعا بكرهك، ده أنا كل ما أشوفك هفتكر هذه الجريمة وتتأجج المشاعر. يجلس سيدنا عمر أميرا للمؤمنين ويأتي إليه رجل كان قد سبق وأن قتل أخيه، قتل أخو سيدنا عمر، أخاه، قتل أخاه، فيروح يقول له: أنت بتحبني ولا بتكرهني؟ شوفوا الجرأة، أئنك لتبغضني؟ قال: نعم، وكيف أحبك وقد قتلت أخي؟ يقول له إيه الرجل؟ يقول له: أبغضك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ يعني عشان أنت دلوقتي أمير المؤمنين وقاضي القضاة والمقاليد بيدك، بغضك لي ده يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. فالراجل يقول له: إذن إنما يبكي على الحب النساء، تحبني بقى ولا تكرهني ما تفرقش معايا، المهم ألا يؤثر ذلك على إيه؟ على عدلك. هذا مصداق قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا وجدت من نفسك وأنت في موقف الحكم في أي موقف أن نفسك بها من الشوائب التي لا يعلمها إلا أنت وربك من قبل،
المسألة حتى الأطراف ما حدش يعرفها، وأن هذا الأمر قد يؤثر على قضائك، فعليك أن تستلهم قول الحق ولا يجرمنكم شنآن قوم على طول. ولذلك كما قلت أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد رسخ العدل مبدأ وتطبيقا. فالعدل لا بلوغ إليه ولا وصول له بغير مساواة بين الخصوم في قول الحق لفت إليه وإذا حكمتم بين الناس، مش بين المؤمنين بس. ثم أن للعدل أن يتحقق بغير قاض محايد لم يتسلل إلى نفسه ما يجعل له هوى، فلا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا. ولو قام لديه ما يجعل له عاطفة حبا أو كراهية مع أو ضد، تأييدا أو رفضا لأي من الخصوم، فهذا لا ينال منه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت قد أقر لنا بالعاطفة. إيه؟ حظر علينا فقط أن نرتب عليها حكما. فلا تبنى الأحكام على العواطف، وإنما الأحكام تبنى على الأدلة المعتبرة وليس على ميل أو عاطفة كما قلنا. هذا هو العدل في كتاب الله سبحانه. نلنا من عطاءاته ما قدر الله لنا أن نظفر وأن ننال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المعنى وبه متحققين جميعا، ليكون كل منا في موضعه في محراب العدالة باحثا عن العدل، ملتمسا هدفه بغير ميل ولا هوى، وأن يكون في عمله أيا كان موقعه في منظومة العدالة متجردا ملتمسا مستهدفا هذه المعاني القرآنية الرشيدة التي نهل منها من نهل، وخرج الفكر القانوني بصياغاته الرشيقة التي ترسخ هذه المعاني والتي تضعها في قوالب نصوص تنطبق وتطبق على حال الواقع. ونسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يجلي لنا هذه الأفهام وتلك المعاني، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.